السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عمرو علي، طالب ثانوية عامة دفعة 2023، يعني الدفعة بتاعت السنة اللي فاتت. الفيديو دوت أنا حابب أعمله لطلاب دفعة 2024، هيفيدكم كتير جدا. هقول لكم فيه إيه الأخطاء اللي أنا كنت بقع فيها عشان تتجنبوها، وتحاولوا بقدر الإمكان إن أنتوا تجيبوا مجاميع عالية إن شاء الله، وربنا يوفقكم بإذن الله. يعني طيب، مبدئيا في بداية السنة كده، قبل أي حاجة أنا محتاج إن أنا أقول لكم كلمتين، ودول هيبقوا الدافع الرئيسي بتاعك طول السنة. سواء بقى انت كنت شعبة علمي علوم او علمي رياضة او ادبي، انت لو انت مش عندك هدف او انت مش مخطط لحاجة، لازم تراجع نفسك من دلوقتي. لازم تبدأ تفكر في هدف لنفسك، لان خلاص ما تقعدش تقول لما النتيجة تطلع بقى وما اخلص امتحانات والكلام ده، لان خلاص كده كده النتيجة هتطلع والامتحانات هتخلص، ومش فاضل مدة كبيرة. يعني هم حوالي 11 شهر او 12 شهر تقريبا وهتكون خلصت، فالموضوع بقى قريب جدا ليك. تمام؟ لو انت مش حاطط لنفسك هدف، حاول ان انت تفكر في هدف لنفسك. حاول ان انت تعمل اللي عليك وتبذل جهد على قد ما تقدر علشان تفرح اهلك. حتى لو انت يعني ما فيش حاجة في بالك خالص، لا، فكر في اهلك، فكر في اي حد بيحبك وبيتمنى لك الخير ونفسه يشوفك حاجة محترمة، حاجة كويسة. اول غلطة انا غلطتها ان انا كنت ساعات براكم على نفسي، فده كان بيعمل مشكلة كبيرة جدا. لا، عايزين نبدأ من اول السنة. بدأنا النهاردة، خدنا حصة في السنتر او سواء كان اونلاين. بتيجي اللي انت اخدته دوت بعد ما تخلص، بتقعد اول ما بتروح تقعد نص ساعة مثلا تريح فيها. طبعا بيبقى اجهاد وارهاق يعني غير طبيعي. بتقعد بقى تراجع اللي انت خدته، وتحاول ان انت تفتكر كل حاجة انت خدتها، بحيث برضو ايه ما تاخدش بريك طويل، بحيث برضو ايه ان انت يكون لسه المعلومات في ذهنك. عشان موضوع النسيان ده موضوع فظيع، بالذات ثانوية عامة. انا النسيان عندي كان يعني فظيع جدا. كنت بنسى حاجات، يعني ممكن انت تقول لي حاجه دلوقتي اخرج من الاوضه وادخل تاني انا نسيت الحاجه اللي انت قلتها لي. بس فكان لازم برضو ناكد على النقطه دي. هتراجع، بعد ما تراجع هتعمل ايه؟ هتطبق. سواء كان بقى انت واخد واجب او مش واخد واجب، انت لازم تطبق، لازم تحل على اللي انت خدته. الحل هينفعك كتير، لان انت في امتحان اخر السنه انت مش بتمتحن شرح، لا، انت بتمتحن اسئله. فانت لما تدرب نفسك على الاسئله على قد ما تقدر، وتنوع المصادر، يبقى واخد من المصدر ده ومن المصدر ده ومن المصدر ده، فانت منوع المصادر. فانت كده كده انت تمام، الدنيا تمام معاك. هتعرف ان انت تتصرف، هتعرف ان انت تتعامل. مش هتقف حاجه قدامك، مش هتبقى قدامك اي حاجه صعبه. دلوقتي احنا في شهر 8. طيب، معانا دلوقتي من شهر 8 لشهر 10 حضرتك بتجرب مدرسين، سواء بقى اونلاين سواء سناتر، ايا كان النظام اللي انت واخده. يعني الموضوع برضه بيختلف من شخص لاخر. انا عن نفسي كنت في مواد باخدها سنتر بس، وفي مواد باخدها سنتر واونلاين. ما كنتش بعتمد على الاونلاين اعتماد كامل، لان ايه، انا عن نفسي لو انا خدت حاجه اونلاين خلاص مش هعرف ان انا اعمل لنفسي مانجمنت، او ان انا انظم نفسي بحيث ان الدنيا تبقى مظبوطه معايا. لا، فهي بتختلف من شخص لاخر. من شهر 8 لحد شهر 10 بنجرب مدرسين. شهر 10 دخل خلاص، مش هنغير مدرسين خالص، هنثبت مع المدرسين اللي احنا اخدنا معاهم اوريدي. الا في حاله ان انت مش شايم خالص من المدرس، في الحاله دي هنضطر ان احنا نغير المدرس. بس حاول على قد ما نقدر ان احنا ما نغيرش في المدرسين، لان الموضوع ده بيأثر بشكل فظيع جدا. هتلاقي ان انت مسقط كميه حاجات واقعه منك بالعبيط. فمحتاج جدا ان انت تركز الفتره ديت في اختيار المدرسين. وما تيجي تختار المدرس، ما تختارش المدرس اللي مثلا علشان سمعته. مش يعني مثلا في المدرسين مش عارف، امبراطور الكيمياء، حوت الفيزياء، ديناصور الاحياء، الكلام ده لا، الكلام دوت يعني كلام ليس له اساس من الصحه نهائيا. انت بتاخد مع المدرس اللي انت تحضر معاه وتحس ان انت فاهم منه، وتيجي تحل، لا انا عارف احل، وما يكونش يعني، لان برضو في بعض المدرسين يجيب لك اسئله بتكون مستواها سهله، فانت تيجي تحل الاسئله تحس ان انت لا انا كويس، بس هي الاسئله فعلا مستواها سهل، انت مدي اسئله مباشره. لا، دي كده مش اسئله يعتمد عليها. واللي بيجي في امتحان اخر السنه بيبقى حاجه تانية خالص. في الواحد بيصدم من الاسئله اللي بتيجي في امتحان اخر السنه، بتبقى حاجات لفه والدنيا بايظه خالص. بالنسبه للمذاكره مفيش طريقه محدده ان انت تذاكر بيها. انا عن نفسي كانت طريقتي في المذاكره ان انا
باخد الحصه، بعدين لما باجي اذاكر المفروض يعني ان انا خدت الحصه براجع عليها تمام. في اليوم كنت باخد حوالي مادتين. كنت بمسك الماده، بجيب مثلا حد من على يوتيوب لو انا مش مشترك مثلا على منصه او حاجه. كنت بجيب اي مدرس من على اليوتيوب، اسمع الشرح واحاول افتكر برضو الشرح اللي انا اخدته في الحصه. ولو مثلا مسجل الحصه او حاجه كنت ساعات بسمع، بس في الغالب الحصص اللي كنت بسجلها ما كنتش بسمعها. ممكن برضو اجيب السبوره اللي انا مصورها واجيب كشكول وابدا اكتب كل حاجه انا خدتها، او الملاحظات او الحاجات اللي هي اللي ممكن انا انساها، عشان يبقى معايا ملخص حلو كده ممكن اقراه قبل ما انزل الحصه، عشان طبعا كان بيبقى في امتحان كل حصه بالنسبه لجميع المواد. كنت بقرا مثلا الملخص دوت قبل ما انزل، فكان بيفرق معايا كتير. او ان انا مثلا معايا ملزمه، فالملزمه بزود فيها كلام. انت بعد كده ما تيجي تقرا الملاحظات اللي انت كاتبها، انت كده بتشرح لنفسك، انت الدنيا معاك زي الفل، انت كده تمام. فدي كانت نقطة مهمة اتكلمنا فيها. برضو نقطة مهمة جدا ان احنا ننظم يومنا. بمعنى ايه ننظم يومنا؟ يعني مثلا انت هتظبط نومك، عندك هتنام 7-8 ساعات، اهم حاجة ما يقلش عن 6 ساعات. يعني ده اقل تقدير خالص، ان انت هتنام 6 ساعات في اليوم. اليوم بقى هتقسمه بقى، برضو هحط لكم جداول المذاكرة عشان تشوفوها. وحاول ان انت بقدر الامكان، مش شرط من اول يوم في السنه ان انت تطحن نفسك، عادي. في ناس كانت بتقول لك لا احنا من اول يوم في السنه نبداها جد ونشد من الاول عشان نرتاح في الاخر. وفي مجموعه تانية كان بيقول لك لا دلوقتي ريح شويه بعد كده عشان تشد في الاخر، عشان تلم الدنيا في الاخر. لا، الكلام ده غير صحيح بالمره. بالعكس، احنا المفروض انت خدت حاجه تمام، انت هتراجع عليها وهتظبط الدنيا وتمام. ان برضو دلوقتي احنا في اول السنه، الكميه اللي انت خدتها مش كبيره، وهترهق نفسك بسرعه لان السنه طويله جدا. انت المفروض توفر جزء من مجهودك عشان السنه طويله جدا، هتتعب فيها، هيكون موضوع ممل بشكل غير طبيعي. ممكن يوصل معاك ان انت يجيلك اكتئاب من كتر السنه ما هي طويله. فلا، انت هتاخد اللي انت خدته هتذاكره، خلاص انتهى الموضوع. ممكن تبدا في البدايه مثلا ب3 ساعات في اليوم، 3 ساعات في اليوم، مثلا مادة 1.5 ساعة ومادة 1.5 ساعة. فالدنيا تبقى معاك في البداية كده بسيطة. هتبدأ برضو تحل أسئلة وتطبق أول بأول عشان الدنيا تتظبط معاك. فهي مش بقولة تشد الأول ولا تشد في الآخر، انت أهم حاجة انت تعمل اللي عليك، ما تسوفش، ما تضيعش وقتك، نظم وقتك كويس. على فكرة أنا كنت في ثانوية عامة وكنت بتفرج على مسلسلات وأفلام وكان عادي، يعني مش اللي هو بقى ثانوية عامة يبقى همسك تليفون زراير ومش عارف لأن دي كلها أوهام، ده كله كلام مش واقعي بالمرة. إن طبيعي أنت مش هتعمل في نفسك كده، مش هتحرم نفسك 11 شهر أو 12 شهر من أي حاجة بقى، مسليات أو كلام من ده. فأهم حاجة وزي ما قلت في الأول إن إحنا هناخد السنة جد، وإن شاء الله هعمل لكم فيديو تاني هيكون يعني مين أحسن مدرسين تاخد معاهم أونلاين بالنسبة للشعب الأدبية. ممكن برضو بقى أعمل فيديو تاني للشعبة علم علوم وعلم رياضة. وبس كده، لو حابب تشوف فيديوهات أكتر من نفس النوعية ديت اعمل سبسكرايب واعمل لايك، واكتبوا لي أي حاجة أنتوا حابين إن أنا أعملها لكم، وإن شاء الله هعملها لكم. وبالتوفيق لكم بإذن الله، والسلام عليكم.